كومنت تخليكي تسيبي خطيبك حرفيا. ما بقتش حمل الاسئله ولا الكومنتس على اي جروب للبنات. في بنت منزله بوست بتسال فيه، بتقول 13000 جنيه ده مرتب يعيش فردين في اول حياتهم. كل الكومنتس بقى 13000 يعيشوا اتنين، ده انا واحده و13000 مش مكفيني. لا لا لا، 13 دول ما يعيشوش حد في الزمن ده. وكل الكومنتس على كده. فالفكره يا جماعه ان اصلا احنا حياتنا كلنا مش زي بعض، اولوياتنا مش زي بعض. ال 13000 دول ممكن واحده تاخدهم تروح تعمل بيهم شوبينج، تشتري لبس وتاكل من بره كل يوم وتخرج كل يوم، وكمان ما يكفوهاش في الاخر. وممكن حد تاني ياكل ويشرب بيهم ويدفع بيهم ايجار ونور وميه ويكفي بيته اكل وشرب. فاحنا حياتنا مش زي بعض، ولا اولوياتنا ولا اللايف ستايل بتاعنا زي بعض. فانا بقى ما ينفعش اروح اسال في جروب على حاجه زي دي. انا مش ضد اصلا ان احنا نسال في الجروبس طبعا، البنات كلها بتساعد بعض، وفعلا في حاجات كتير قوي بتبقى مفيده. لكن اللي بتكلم فيه في حاجات ما ينفعش حد يديني فيها راي، او انا اخد راي من حد امشي بيه حياتي، ولا الناس دول زيي ولا الناس دول حياتهم زي حياتي. وممكن بقى واحده تيجي تديكي كومنت تخليكي تسيبي خطيبك حرفيا. ما انت هتحسي ان انت ده خلاص انا اصلا ماليش مستقبل معاه. ولو الشخص ده انت متجوزاه، انت هتبقي حاسه دايما ان هو مش مكفيكي، وان تشوفي ان المرتب اللي هو بياخده ده ما يعملش حاجه اصلا، ويخليكي نقمه على حياتك مع جوزك. فما ينفعش الاسئله اللي زي دي نروح نسال فيها ناس هم مش احنا، واهتماماتهم واولوياتهم غير اهتماماتنا واولوياتنا تماما.